هل عمرك وقفت قدام جبل وبصيت عليه وسألت نفسك ليه لونه بالشكل ده؟ ليه في جبال لونها أحمر كأنها بتنزف، وجبال تانية رمادية باهتة كأنها عجوزة، وجبال تالتة خضرة كأن فيها حياة؟ يمكن السؤال شكله بسيط، بس وراه أسرار عميقة جدا عن الأرض وعن الزمن نفسه. لو أول مرة تشوفنا ادعمنا بلايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. الجبال مش مجرد صخور طالعة من الأرض، دي سجل زمني، كتاب مفتوح من ملايين السنين. كل لون فيها هو فصل من القصة دي. لما تشوف جبل لونه أحمر أو برتقالي، أعرف إن فيه حديد. الحديد اللي إحنا بنشوفه بيصدي هو نفسه اللي بيدي الجبل اللون الناري ده. لما الحديد يتأكسد مع الهواء والمية بيتحول لطبقة حمراء أو بنية، فتبص تلاقي الجبل كأنه مولع من جوه. في جبال تانية رمادية، وده لأن الصخور فيها غنية بالكالسيوم أو الرماد البركاني القديم. ألوان بتتحكم فيها معادن مش بنشوفها بعينينا، لكنها بتلون وش الأرض من ملايين السنين. في أماكن تانية تلاقي الجبل لونه أسود قاتم، ملوش حياة خالص، كأنه جثة حجرية ضخمة. الألوان دي غالبا نتيجة الحمم البركانية اللي بردت زمان، لكنها بتدي إحساس كأن الجبل شايف وساكت. في بعض المناطق خصوصا في الليل الجبال دي بتبان كأنها ظلال ضخمة متحركة. ناس كتير بتحس إن في حاجة مش طبيعية، يمكن لأن اللون الأسود بيخلينا نحس بالغموض والخوف، ويمكن لأننا عارفين في عقلنا الباطن إن الصخور دي شافت حاجات محدش شافها. وفي جبال لونها أخضر بالكامل، مش بس علشان الزرع، لكن بسبب المعادن اللي فيها زي النحاس اللي بيدي لمعة خضراء خفيفة كأنه جلد حي. لما الشمس تضرب عليها الجبل بيبان كأنه بيتنفس، وأحيانا اللون الأخضر ده بيتحول مع الغروب لحاجة تانية خالص، كأن الجبل بيتبدل زي ما الإنسان بيغير وشوشه حسب حالاته. الجميل في الموضوع إن اللون مش دايما بيتغير مع الوقت ومع الضوء ومع المطر ومع عمر الجبل نفسه. تخيل كده جبل عمره ملايين السنين، مر عليه فصول من برد وحر وزلازل وبراكين، طبيعي جدا إن وشه يبقى مليان علامات كأنها تجاعيد. كل لون في الجبل هو ندبة من الماضي، كل تغير في اللون بيحكي عن حاجة حصلت في الأرض من زمان جدا. بس تفتكر ليه في بعض الجبال ألوانها تخوف فعلا؟ ليه بنحس بعدم راحة لما نبص لها؟ يمكن لأن العقل البشري بيخاف من اللي مش فاهمه. لما تشوف جبل ألوانه غريبة أو متبدلة بشكل مش طبيعي، بيبدأ مخك يدور إيه اللي حصل هنا؟ ليه الجبل ده مش زي غيره؟ وده بيخلق إحساس غامض جدا بين الفضول والخوف، كأن الجبل بيخبي سر لو انكشف ممكن يغير نظرتنا للحياة كلها. بعض العلماء بيقولوا إن الألوان المخيفة دي ممكن تكون نتيجة نشاط إشعاعي أو معدني نادر، أو وجود عناصر مش مألوفة زي الكبريت أو المغنيسيوم بنسب غريبة. لكن في ناس بتروح بعيد وبتقول إن بعض الجبال دي مش طبيعية، وإنها ممكن تكون أماكن سقوط نيازك أو حتى مواقع قديمة لكائنات من خارج الأرض. وده اللي بيخلي الألوان شكلها غريب، كأنها مش من كوكبنا أصلا. لو بصيت لأي جبل مش هتشوف لون واحد، هتشوف مزيج من ألوان وأحاسيس. الأحمر مش دايما أحمر، والأسود مش دايما أسود. مع الغروب الجبل بيتحول، بيختفي جزء منه في الضلمة ويبان جزء تاني كأنه بيلمع من جوه، كأن الجبل نفسه بيتنفس بين النور والظلام. وفي الآخر لما تبص على الجبال وتفتكر كل الألوان دي، حاول تفكر فيها مش كحجر، لكن كقلب بينبض بلغة الأرض. كل لون فيها صرخة من الماضي، كل طبقة فيها ذكرى، وكل ظل بيحكي عن زمن محدش مننا شافه. يمكن العلم يشرح جزء، بس الجمال الحقيقي في الغموض، في الحتة اللي مش مفهومة. الجبال مش بس جزء من الطبيعة، دي شهادة على عظمة الخالق وعلى أسرار لسه ما اكتشفناهاش. ولو عاوز تعرف أكتر عن الأسرار اللي مستخبية حوالينا من الأرض للفضاء، يبقى لازم تكمل الرحلة معانا. اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس علشان الجاي أغرب وأعمق، ويمكن كمان يخليك تبص للعالم كله بطريقة مختلفة.